اهلا بيكم ستة ابتدائي، ومعانا النهاردة فيديو ال50 سؤال على تاني درس عندنا في الوحدة التالتة بعنوان الحياة الاقتصادية في عصر الدولة الإسلامية. وبعد ما نحل مع بعض الأسئلة دي سؤال سؤال، هتلاقيني سايب لك كل الأسئلة دي تحت الفيديو علشان تحملها وتطبعها وتذاكر منها براحتك. طب يلا بينا ندخل على أسئلة تاني درس عندنا في الوحدة التالتة ونشوف الأسئلة بتقول ايه. وأول سؤال عندنا سؤال أكمل وبيقول لي رقم 1: تنوع إيرادات الدولة الإسلامية ومصروفاتها كان سببا في نشأة ديوان ايه؟ أقول له ديوان بيت مال المسلمين. احنا عملنا بيت مال المسلمين في الدولة الإسلامية خاصة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب علشان الإيرادات، يعني الفلوس بقت كتير والمصروفات بقت برضو كتير. طب رقم 2: أنشئ ديوان بيت المال في عهد الخليفة مين؟ أقول له في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، هو اللي أنشأ ديوان بيت مال المسلمين. طب رقم 3: الوزارة التي تشبه حاليا بيت مال المسلمين هي وزارة إيه؟ على طول وزارة المالية. وزارة المالية دلوقتي شبه ديوان بيت مال المسلمين أيام الدولة الإسلامية. طب رقم 4: كان العرب قبل الإسلام يتعاملون بالنقود وهي إيه وإيه؟ أقول له كان عندنا عملتين، الدرهم والدينار. الدرهم دي كانت بتاعت الدولة الفارسية وده كان من الفضة، والدينار ده كان بتاع الدولة الرومانية وده كان من الذهب. العرب قبل الإسلام كانوا بيتعاملوا بالدرهم والدينار، وكمان في عهد الرسول وفي عهد أبو بكر الصديق. طب رقم 5: استخدم العرب قبل الإسلام عملة ذهبية كانت خاصة بالدولة إيه؟ العملة الذهبية كانت بتاعت إيه؟ أقول له الدرهم كان فارسي وكان معمول من الفضة، أما الدينار ده بتاع الدولة الرومانية ده اللي كان من الذهب. يبقى العملة اللي كانت من الذهب أقول له خاصة بالدولة الرومانية. طب رقم 6: بنى المسلمون السدود على الأنهار ومجاري إيه؟ أقول له ومجاري السيول. عمل السدود على الأنهار ومجاري السيول علشان يحوشوا المية بتاعت السيول ويقدروا يستفيدوا بها في الزراعة بعد كده. طب رقم 7: ساهم توافر الخانات على الطرق بالدولة الإسلامية إلى ازدهار حركة إيه؟ الخانات دي خلت إيه بقى مزدهر؟ أقول له التجارة طبعا، لأن الخانات دي أماكن للاستراحات بيقعد فيها التجار اللي بيمشوا على الطرق، يبقى ده أدى إلى ازدهار حركة التجارة. طب رقم 8: نقلت المحاصيل الزراعية من الدولة الإسلامية عبر الأندلس إلى مين؟ أقول له إلى أوروبا. أوروبا خدت مننا المحاصيل الزراعية والفاكهة عن طريق الأندلس. طب رقم 9: عرف المسلمون صناعة ورق الكتابة من دولة؟ أقول له الصين. الصين من أوائل الدول في العالم تصنع ورق الكتابة، يبقى عرف المسلمون صناعة الورق من دولة الصين، وبعد كده أوروبا خدت مننا صناعة الورق. طب رقم 10: أحد المراكز التجارية في الدولة الإسلامية في مصر مدينة إيه ومدينة إيه؟ إحنا عندنا مراكز تجارية كانت موجودة في عصر الدولة الإسلامية. أشهر مدينتين عندك في مصر كانت مراكز تجارية كبيرة، أقول له القاهرة واسكندرية. طب رقم 11: صنعت الدنانير بدءا من عهد الخليفة عبد الملك بن مروان من معدن إيه؟ بص، أول ما تلاقي الدنانير دي معمولة من الذهب، أما الدرهم ده بيبقى من الفضة. طب بالنسبة لتاني سؤال عندنا سؤال صح وغلط وبيقول لي رقم 1: برع المسلمون في الصناعة بفضل التقدم العلمي ووفرة المواد الخام. أقول له طبعا صح، ده سؤال أصلا بما تفسر ازدهار الصناعة في عصر الدولة الإسلامية. أقول له بسبب التقدم العلمي ووفرة المواد الخام. طب رقم 2: نفقات الخليفة والولاة والقضاة كانت من إيرادات بيت المال. غلط، دي مصروفات بيت المال. الإيرادات يعني الفلوس اللي بتدخل كانت بتيجي من الزكاة والصدقات والمكوس اللي هي الضرائب. طب رقم 3: كان لكل ولاية إسلامية بيت مال خاص بها. أقول له طبعا صح، بالإضافة طبعا إلى بيت المال الرئيسي اللي كان موجود في مقر الخلافة. وده السؤال رقم 4 وبيقول لي ديوان بيت المال الرئيسي كان يوجد في مقر الخلافة. أقول له صح. طب رقم 5: كانت مدينة بغداد بسوريا من المراكز التجارية المهمة بالدولة الإسلامية. أقول له غلط. ليه؟ لأن بغداد أصلا في العراق، سوريا من أهم المراكز التجارية اللي فيها دمشق مش بغداد. طب رقم 6: ارتبط ازدهار التجارة في الدولة الإسلامية بالزراعة والصناعة. أقول له طبعا صح، ازدهار التجارة بيرتبط بالحاجتين دول، بالزراعة والصناعة. لو الزراعة عندك كويسة والصناعة كويسة يبقى التجارة كويسة.
طب رقم 7، ساعد ديوان بيت المال على إقامة المشروعات الاقتصادية بالدولة الإسلامية. أقول له صح، بيت المال اللي مسؤول عن كل الفلوس اللي في الدولة الإسلامية، وكان بيعمل العديد من المشروعات الاقتصادية في الدولة الإسلامية. طب رقم 8، توقف العمل في ديوان بيت المال في عهد الدولة الأموية. أقول له غلط، ديوان بيت المال فضل شغال في كل العصور، في عصر الخلفاء الراشدين، وكمان في عصر الدولة الأموية والدولة العباسية، وكمان في عصور الدول المستقلة. وطبعا احنا عارفين تم إنشاء ديوان بيت مال المسلمين امتى؟ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. طب رقم 9 بيقول لي من أسباب انتشار الإسلام أخلاق وأسلوب التجار المسلمين. أقول له طبعا صح، بسبب تمسكهم بمبادئ الإسلام السامحة في البيع والشراء والصدق والأمانة، ده أدى إلى انتشار الإسلام. يبقى الإجابة صح. طب بالنسبة لثالث سؤال، عندنا سؤال اختياري وبيقول لي رقم 1، الديوان المسؤول عن الإيرادات والمصروفات في عصر الدولة الإسلامية هو ديوان إيه؟ على طول ديوان بيت المال. طب رقم 2، الخليفة الذي أنشأ ديوان بيت المال هو مين؟ ما احنا لسه قايلين عمر بن الخطاب. طب رقم 3، أي مما يلي يعد من إيرادات بيت المال؟ ايه اللي قدامك ده من الايرادات؟ اقول له تعالى نفتكر. ايرادات بيت المال يعني الفلوس اللي بتخش بيت المال جايه من الزكاه والصدقات والمكوس اللي هي الضرائب. طب لو بصينا في الاختياري هلاقي المكوس اهي، يبقى اختارها على طول. طب رقم 4، احد مصروفات بيت المال دفع ايه؟ اقول له دفع الرواتب بتاعت الجنود والموظفين، والانفاق على الفقراء، واقامه المشروعات، ونفقات الخليفه والولاه، وكمان حتى القضاه. جايب لي هنا دفع الرواتب، يبقى اختارها على طول، لان اللي باقي ده كله الزكاه والصدقات والمكوس ديت من ايرادات بيت المال مش من مصروفات بيت المال. طب رقم 5، الوزاره المسؤوله حاليا عن اعداد مشروعات الموازنه العامه للدوله هي وزاره ايه؟ اقول له وزاره الماليه. وزارة المالية هي الوقت اللي مسؤولة عن الموازنة العامة ومسؤولة عن كل الفلوس اللي في الدولة. طب رقم 6، نقل المسلمون صناعة ورق الكتابة من دولة؟ أقول له على طول من دولة الصين، ومن عندنا أوروبا خدتها. فالسؤال رقم 7 بيقول لي قامت الدولة الإسلامية بدور الوسيط في نقل صناعة ورق الكتابة بين مين ومين؟ أقول له بين الصين وأوروبا. احنا كنا اللي في النص، خدنا صناعة الورق من الصين وبعد كده اوروبا خدته مننا، يبقى احنا عملنا دور ايه؟ دور الوسيط. طب رقم 8، تم تعريب العملة الاسلامية في عهد الدولة؟ اقول له اللي عرب العملة الاسلامية عبد الملك بن مروان، يعني في عصر الدولة الاموية. يبقى تم تعريب العملة الاسلامية في عصر ايه؟ اقول له في عصر الدولة الاموية. طب رقم 9 بيقول لي انشأ الخليفة عمر بن الخطاب دار لسك العملة، مكان يعمل العملة. طب العملة ايه بقى اللي سيدنا عمر بن الخطاب عمل دار ليها؟ اقول له العملة الفارسية. العملة الفارسية وحط عليها عبارات اسلامية زي لا اله الا الله وحده. العملة الفارسية اللي هي الدرهم اللي كانت من الفضة. يبقى الخليفة عمر بن الخطاب عمل دار لسك العملة ايه؟ اقول له الفارسية. طب رقم 10، برع المسلمون في ركوب البحر فحملت سفنهم نقط إلى آسيا وإفريقيا. من الآخر احنا كنا بنودي ايه لآسيا وإفريقيا؟ أقول له منسوجات وعطور وسكر وقطن وأواني. طب بص كده في الاختياري في حاجة منهم السكر. طب ممكن يجيب لي الصادرات بصيغة مختلفة ويقول لي رقم 11، إحدى صادرات المسلمين إلى آسيا وإفريقيا كنت بتصدر ايه؟ ابص في الاختياري لو لقيت منسوجات او عطور او سكر او قطن او اواني اختارها على طول. هنا قدامك ايه؟ قطن، يبقى تختار القطن على طول. طب لو سألني بقى على الحاجات اللي المسلمين كانوا بيجيبوها من آسيا وإفريقيا يعني الواردات، فعندنا السؤال رقم 12 بيقول لي كان سفن المسلمين تعود من آسيا وإفريقيا محملة بإيه؟ كانت بتيجي بتحمل إيه؟ أقول له بتحمل التوابل. التوابل ده من الحاجات اللي كان المسلمين بيجيبوها، والحرير والعاج والأبانوس. المهم هختار هنا التوابل. طب رقم 13 بيقول لي أنشأ المسلمون المقاييس على النيل لتحديد إيه؟ طبعا لتحديد قيمة الضرائب، يبقى لتحديد الضرائب. طب بالنسبة للسؤال رقم 4 عندي بيقول لي أجب عما يأتي. رقم 1، بما تفسر أنشأ الخليفة عمر بن الخطاب ديوان بيت المال؟ ليه سيدنا عمر بن الخطاب عمل ديوان اسمه ديوان بيت المال؟ أقول له بسبب اتساع الدولة الإسلامية وتعدد الإيرادات والمصروفات. الدولة الإسلامية بقت كبيرة قوي، وبقت الفلوس اللي بتيجي كتير والفلوس اللي بتتصرف كتير، فكان لازم يبقى فيه ديوان مسؤول عن الفلوس دي كلها. يبقى بسبب اتساع الدولة الإسلامية وتعدد الإيرادات والمصروفات.
طب رقم 2، بما تفسر أهمية ديوان بيت مال المسلمين. ليه الديوان ده كان مهم؟ أقول له لجمع إيرادات الدولة، ده اللي مسؤول عن إنه يجمع الفلوس وإنفاقها في المجالات التي يحتاجها المجتمع. يعني الديوان ده كان مهم جدا، مسؤول إنه يلم الفلوس ومسؤول إنه يصرف الفلوس في الحاجات اللي المجتمع محتاجها. يبقى جمع إيرادات الدولة وإنفاقها في المجالات التي يحتاجها المجتمع. طب رقم 3، بما تفسر أهمية وزارة المالية في عصرنا الحالي. وزارة المالية اللي كانت شبه بيت مال المسلمين أيام زمان، ليه مهمة؟ أقول له مسؤولة عن إعداد الموازنة العامة وتمويل برامج التنمية. الموازنة العامة يعني الفلوس اللي بتتصرف في السنة، هنعمل ايه ومش هنعمل ايه. مين اللي مسؤول عن اعداد الموازنة دي كلها؟ وزارة المالية. وكمان تمويل برامج التنمية، اي برامج تنمية واي مشروعات مين اللي بتصرف عليها؟ وزارة المالية، لان كل الفلوس مسؤولة من وزارة المالية. طب رقم 4 بيقول لي بما تفسر ازدهار الصناعة في الدولة الإسلامية. ليه الصناعة كانت مزدهرة؟ أقول له بسبب التقدم العلمي ووفرة المواد الخام. بسبب ايه؟ بسبب التقدم العلمي ووفرة المواد الخام. السؤال ده مهم؟ ايوه مهم. طب رقم 5، بما تفسر ازدهار التجارة في الدولة الإسلامية. ليه التجارة كانت مزدهرة جدا في الدولة الإسلامية؟ أقول له لأن الشغلانتين اللي قبلها كانوا كويسين، الزراعة والصناعة. يبقى بسبب ازدهار الزراعة والصناعة وإيه؟ وانتشار الأمن والأمان وإقامة الأسواق. الثلاثة دول لازم تحفظهم، بسبب ازدهار الزراعة والصناعة وانتشار الأمن والأمان وإقامة الأسواق. وطبعا عندي أسباب تانية بس دول أكتر 3 عايزك تحفظهم: ازدهار الزراعة والصناعة وانتشار الأمن والأمان وإقامة الأسواق. طب السؤال رقم 6 بيقول لي بما تفسر كان للتجار المسلمين دورا بارزا في نشر الدين الإسلامي. ليه؟ أقول له لأنهم تمسكوا بمبادئ الإسلام السامحة في البيع والشراء وكمان الصدق والأمانة. طب السؤال رقم 7 بيقول لي ما النتائج المترتبة على اتساع حدود الدولة الإسلامية وتعدد الإيرادات والمصروفات. استنى هنا، اتساع حدود الدولة الإسلامية وتعدد الإيرادات والمصروفات، انت لسه كاتب الإجابة دي. انت سألتني سؤال وقلت لي بما تفسر إنشاء الخليفة عمر بن الخطاب ديوان بيت مال المسلمين. أقول لك فالإجابة هتبقى أدى إلى قيام عمر بن الخطاب بإنشاء ديوان بيت مال المسلمين. ده السبب اللي خلى عمر بن الخطاب يعمل ديوان بيت مال المسلمين، لأن الدولة وسعت قوي والفلوس اللي جايه كتير والفلوس اللي بتتصرف كتير. طب السؤال رقم 8 بيقول لي ما النتائج المترتبة على تمسك التجار المسلمين بمبادئ الإسلام السامحة في البيع والشراء. يعني إيه اللي حصل لما التجار المسلمين كانوا متمسكين جدا بمبادئ الإسلام في البيع والشراء؟ أقول له أدى إلى انتشار الدين الإسلامي. الدين الإسلامي انتشر بشكل رهيب جدا بسبب التجار المسلمين اللي كانوا بيتعاملوا بمبادئ الإسلام، فالناس حبت الإسلام بسبب طريقة معاملة التجار المسلمين، يبقى أدى إلى انتشار الدين الإسلامي. رقم 9 بيقول لي ما النتائج المترتبة على وفرة المواد الخام في الدولة الإسلامية. إيه اللي حصل لما بقى عندك مواد خام كتير؟ أقول المواد الخام مرتبطة بالصناعة، يبقى أدى إلى ازدهار الصناعة في الدولة الإسلامية. أدى إلى إيه؟ ازدهار الصناعة في الدولة الإسلامية. طب رقم 10 بيقول لي دلل تنوعت إيرادات ديوان بيت مال المسلمين. قول لي إيه الإيرادات بتاعت ديوان بيت مال المسلمين؟ أقول له الزكاة، الصدقات، المكوس اللي هي الضرائب. أما عن آخر سؤال عندي بيقول لي ما العلاقة بين اتساع الدولة الإسلامية ونشأة ديوان بيت مال المسلمين؟ أقول له اتساع الدولة الإسلامية وتعدد الإيرادات والمصروفات أدى إلى إنشاء ديوان بيت مال المسلمين في عهد الخليفة مين؟ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. خلي بالك في سؤال ما العلاقة أنت عندك حاجتين: اتساع الدولة الإسلامية أدي أول حاجة، نشأة ديوان بيت مال المسلمين دي تاني حاجة. أنا عايزك تجيب لي العلاقة بينهم، إيه أدى إلى إيه؟ فأقول له اتساع الدولة الإسلامية وتعدد الإيرادات والمصروفات أدى إلى نشأة ديوان بيت مال المسلمين في عهد مين؟ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. وبكده نكون خلصنا أسئلتنا على تاني درس عندنا في الوحدة الثالثة. ما تنساش تنزل تحمل الأسئلة دي من تحت الفيديو. تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحاتو.